ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله ايه الاكل ده يا جماعه؟ وحد يجاوب ده ايه ده؟ دي زبده؟ لا مش زبده، لا اقسم بالله مش زبده، عشان اكلت الزبده في اعدادي وفاكر طعمها كويس. عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق، ناس عماله تهاجر وسيدنا ابو بكر يقول للنبي اهاجر، يقول له لا استنى، لعل الله يجعل لك صاحبا، يمكن تسافر مع حد. سافر مع حد؟ يا رب يبقى النبي. اهاجر يا سيدنا محمد؟ قالوا لا استنى، لعل الله يجعل لك صاحبا. صاحبا؟ طب لو كان النبي نعمل ايه؟ اروح اشتري عربيتين 4 باي 4، اروح اشتري راحلتين، مش جمل. الراحله جمل ضخم بيسافر بال 500 600 كيلو ما بين مكه والمدينه، تقريبا 480 كيلو تقريبا. فانا عايز اشتري راحلتين. هو مش بيشتري عربيه صغيره، اشتري اغلى حاجه في الدنيا، مش بيشتري حمار صغير ولا معزه. راحلتين، القصواء، ناقه النبي اللي انت تعرفها، ده سيدنا ابو بكر اللي اشتراها. المهم جهز الراحلتين، ولسه النبي بتعدي الايام والنبي عليه الصلاه والسلام لم يؤمر بالهجره. يحصل الموقف بتاع سيدنا علي بن ابي طالب، ويتحرك النبي عليه الصلاه والسلام يخش على سيدنا ابو بكر. يلا يا ابا بكر، يلا ايه؟ هنهاجر دلوقتي. قال له هتهاجر؟ الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر. السيدة عائشة بتقول فما رأيت قبلها رجل يبكي من الفرح كما رأيت أبي بكى حينما قال له رسول الله الصحبة يا أبا بكر صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيد الأسوياء سيدنا أبو بكر الصديق. اتحركوا؟ اتحركوا. بس انت تشوف النبي وتحس ان حواليه حد بيحيط بالنبي كده عليه الصلاة والسلام. يتحركوا، يطلعوا على طول على غار ثور. بس استنى، يا أسماء بنتي انت هاتي لنا الأكل. يا عامر بن فهيرة الخادم بتاعي، انت تعالى بالأغنام بتاعتك امشي ورانا عشان تمحوا الآثار. وانت يا عبد الله بن أبي بكر يا ابني اقعد في مكة الصبح وتعالى لنا بالليل قول لنا ايه الأخبار، بيدوروا علينا، اتحركوا ازاي، ناويين على ايه. وانت يا عبد الله بن أريقط، وكان وقتها مشرك بس أبو بكر عارف ان ده بيفهم في الطرق، استأجروا وساب له الجملين الراحلتين. بص احنا هنطلع في الغار كام يوم وبعدين تجي لنا بعد 3 ايام تقابلنا في المكان الفلاني. تمام 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 كله. اتفضل يا سيدنا النبي يلا نطلع عليه الصلاة والسلام. طلعنا وصلنا لغار ثور. بس لحظة يا سيدنا محمد، ايه يا ابو بكر؟ خد بالك النبي عنده كام سنة؟ 53، 13 سنة في مكة بعد سن ال40، وابو بكر اصغر منه بسنتين ونص، فقول 50. لحظة يا سيدنا محمد، هخش بس اطمن حتى لا يصيبك مكروه. تعرف انت القصة دي. دخل كما يقول المبارك فوري في الرحيق المختوم، دخل لقى خروم كتيرة. خروم ده يطلع منه تعبان ولا يطلع منه عقرب؟ لسه نفكر. اما قطع لبسه وعمل زي اكوام كده من القماش وسد سد 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 لغايه ما بقى خرم واحد، حط عليه رجله كده وقعد وقال له اتفضل يا سيدنا محمد. ودخل النبي. غار ثور صعب طلوعه قوي، انا طلعته كان صعب جدا، بس النبي حب يستريح عليه الصلاه والسلام. غير انه بعيد عن مكه، طلوعه اصلا صعب جدا جدا، فبيستريح النبي عليه الصلاه والسلام. فيقرصه العقرب. فهو لما يقرصه العقرب، الطبيعي ان البني ادم اللي حاسس انه تعب مش قادر يقول لكن اللي حاسس ان ده واجب عليا، واللي حاسس ان انا في نعمه اصلا ان انا مع حضرتك يا سيدنا محمد، الحمد لله ان ربنا اختارني ابقى مع حضرتك. فاتقرص القرصه، سكت كده جامد، فنزلت نقطه دموع على خد النبي. النبي صحي مالك؟ قال له يبدو ان في حاجه قرصتني يا رسول الله. فتفل النبي عليه الصلاه والسلام في ايديه كده ومسح لابو بكر الصديق، وكان ريق النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله شافي. وفعلا ربنا شفى سيدنا ابو بكر الصديق. وبعدين بعد شويه يوصل حد كده، ده وصلوا. وصل المشركين لفوق واراد ربنا ان هم يوصلوا، فبيبصوا كده مش شايفينهم، هم تحت. فسيدنا ابو بكر بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدمه لرآنا. فسيدنا محمد المربي النبي قال له ابو بكر ما تخافش، احنا مش لوحدنا. يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. لا تحزن بعض العلماء يقول لك معناها لا تخاف، لا تحزن ان الله معنا. وفعلا بصوا كده ما لقوش حاجه، نزلوا. وبعد شويه هيتحرك سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي عشان اقول لك كم موقف حصلوا في الطريق من غار ثور للمدينه. هتعرف قد ايه نفسيه وقلب سيدنا ابو بكر كان محب سيدنا محمد.
من علامات صدق المحبة إن المحبة دي صادقة، إن المحب يسخر إمكانياته في خدمة حبيبه، لأن الغالي يرخص للغالي، مش الرخيص يرخص للغالي. هو الرخيص رخيص، أي حاجة مش فارقة معايا بطلعها لأن أنا أصلا مش محتاجها. لكن لما تكون حاجة غالية عليا قوي وبعدين أنا أتخلى عنها عشان أخدم بيها حد، يبقى الحد ده أغلى من أي شيء في حياتي. والكرام بيسخروا الأشياء في خدمة الأشخاص والأفكار والأهداف. سيدنا أبو بكر الصديق بالنسبة له النبي هو كل حاجة في الدنيا والآخرة. فإيه اللي عندي؟ عندي فلوسي، عندي أفكاري، عندي وقتي، عندي جسدي، أي حاجة ترخص في سبيل الأغلى وهو صلى الله عليه وآله وسلم. ودي علامة من علامات اتباعك لسيدنا أبو بكر الصديق وتشبهك بيه، وإن أنت ماشي في سكة كبير الأسوياء سيدنا أبو بكر الصديق. إن أنت وأنت ماشي في حياتك كده الأشياء ترخص مهما كانت غالية، من أجل الأشخاص اللي غاليين عليك ومن أجل أهدافك ورسالتك. عشان كده ما تستغربش إن في واحد بيلمنا في عربيته وبيروح بينا درس الشيخ اللي في آخر الدنيا، وواحد تاني بيبخل بالعربية علشان البنزين وهو عنده قدرة، وعشان مساعدين العربية مش عارف إيه، وعشان ما نتزحمش في عربيته. ماشي، ربنا يا سيدي يبارك لك، بس شتان ما بين إن الخشب والحديد عربيته بيسخرها في إن كلنا نهتدي على إيد الشيخ فيلمنا. وبالمناسبة أنا أول درس دين في حياتي، تاني درس دين، بس أكثرهم تأثيرا في قلبي حضرته. كنا عدد كده ملموم في عربية واحد صاحبنا صغير كده ودانا نحضر للشيخ. لما ودانا نحضر للشيخ سبحان الله كل واحد فينا راح في سكة بقى في الدنيا جميلة بعد الدرس ده. ويا رب نبقى في ميزان حسنات صاحبنا اللي إيه عربيتي، يعني مش مهم عربيتي، المهم نروح لربنا مع بعض. وده اللي يفهمك ليه مقام الشهيد كبير عند ربنا، لأن الشهيد ده خرج بأغلى ما عنده، نفسه لله سبحانه وتعالى، روحه لله، وما رجعش. طب وما هو ما رجعش، ايه المشكلة يعني؟ اروح عند ربنا، كمل عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو اتصبت، حتى لو استشهدت، حتى لو راح جسدي ده كله، لأن الغالي يرخص للغالي. فتلاقيه ربنا سبحانه وتعالى يديله اللذة وهو بيفارق الحياة. الشهيد ده قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني قتلت في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقعد يعددها النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لما يجد الشهيد من كرامة الشهادة. في شيء بيشوفه الشهيد وهو بيستشهد لأنه ضحى بأغلى ما يملك، نفسه وروحه وبدنه ويمكن ماله كمان، بس عشان الغالي. سواء الغالي ده بقى كان عقيدته، كان وطنه، كان أرضه، كان أهله. فسيدنا أبو بكر الصديق النبي هيهاجر، إيه اللي ممكن أعمله عشان تهاجر وحضرتك مستريح يا سيدنا رسول الله؟ فراح جهز الراحلة وخد كل فلوسه معاه، بس النبي يبقى مستريح في هذه الرحلة الشاقة. من المشاهد الغير مشهورة بس مشهور فيها كلمة في الآخر كده في حياة وهجرة سيدنا عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام، مشهد إن هم قربوا على المدينة طريق طويل قوي. وانت لو سافرت من مكة للمدينة في الطرق وشفت الجبال عاملة ازاي وشكل الصحراء، تقول النبي مش ازاي هو سيدنا أبو بكر الصديق. كانت رحلة شاقة استغرقت أكتر من أسبوع في وسط الصحراء. قبل ما يوصلوا المدينة بشوية حبوا يستريحوا فوجدوا صخرة ضخمة جدا عاملة ضلة كده تحتها. فراح سيدنا أبو بكر الصديق يقول: فكسحت الشوك، ممكن يبقى الأرض فيها شوك، فكسحته كده ووضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة، حط له زي مفرش كده، وقلت: يا رسول الله تعال فنم وأنا أنفض ما حولك. استريح يا سيدنا محمد، نام وأنا كده هقعد أهش الدبان أو الحاجات اللي ممكن تبقى حواليك كده وأنا أنفض ما حولك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا نام، وسيدنا أبو بكر الصديق قاعد حواليه كده. قال: فرأيت راعي غنم يعني يأتي من بعيد بغنمه يريد ما أردنا من الصخرة، عايز يجي جنب الصخرة ويقعد برضه في الضلة بتاعتها. فقلت له: لأي راع أنت بترعى لمين؟ فقال: لفلان في المدينة.
قال ألك شاه في وسط يعني الغنم دي، عندك شاه بتاعتك؟ قال نعم. قال أتحلبها؟ ممكن ناخد شوية لبن؟ قال نعم. فحلب الشاه، ولكن قبل ما يحلب في لقطة. قال أبو بكر انفض هذا الضرع من الغبار، سمحت نظف الضرع. بس هو مركز قوي انه يعمل كل حاجة احلى حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام. تاني بقول لك، الانسان لو حاسس بالمرارة او حاسس بالزهق او حاسس انه تعب قوي في الموضوع ده، بيعمل الحاجات بطريقة كده فيها ايه، نخلص الموضوع. لكن لما بيبقى بيخدم بنفس طيبة ويرى ان الفضل لله ورسوله، ويرى انه شرف ليه كبير قوي ان يبقى في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وان ربنا اختاره لصحبة النبي، ده انا واجب عليا اعمل كل حاجة احلى حاجة. انفض الضرع. فقعد ينفضه كده من التراب ومن الوبر اللي حواليه، ثم حلب. فابو بكر الصديق بيقول ايه؟ فاخذت هذا اللبن وكان معي اداوة لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. اداوة يعني ازازة مية. فاخذت ورسول الله نائم اسكب من هذه الاداوة على اللبن حتى برد اسفله. اللبن نازل بدرجة حرارة جسم المعزة، فالطبيعي ان هو يبقى دافي شوية، هو عايز يسقعه للنبي، الدنيا حر. فقعد يصب مية كده. بص الاتقان والاحسان وحبي لصاحبي واهتمامي انه لما يجي يشرب اللبن ينزل كده بردا وسلاما كده والدنيا حر. فكر في ايه؟ فين نفسك؟ لا، انا نفسي هي النبي عليه الصلاة والسلام، هو اغلى عليا من نفسي. قعد يصب حتى برد اسفل اللبن. فايقظ النبي وشرب النبي عليه الصلاة والسلام. والكلمة اللي انت عارفها بقى، يقول فشرب النبي حتى رضيت. فضل النبي يشرب لغاية ما انا قلت الحمد لله، شبعت. مش هو اللي شبع، انا اللي شبعت لما حبيبي وصاحبي النبي عليه الصلاة والسلام حسيت كده ان شربة اللبن دي كانت بردا وسلاما وشبع النبي، فانا كنت راضي عن ايه؟ راضي عن صحبتي، وراضي عن ان انا بحاول ما اقصرش مع حبيبي، وراضي ان ربنا اكرمني بلحظه زي دي لدرجه ان ده شغلني ان انا عطشان، انا زي الفل، انا كده، انا تمام كده. وتعدي الايام وهم بيسافروا مع بعض، ويخش سيدنا ابو بكر وسيدنا محمد المدينه، والانصار ما كانش عندهم تلفزيونات فعارفين شكل النبي عليه الصلاه والسلام. ففي اتنين جايين، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. فاخذ الناس يقولون ايهم هو. وكان سيدنا ابو بكر سابق النبي كده شويه، كانه ايه، عشان يجهز استقبال النبي. فافتكروا ابو بكر الصديق اللي ماشي قدام. فاذا بسيدنا ابو بكر الصديق لما حس بده، قلع بيته وضلل على سيدنا رسول الله عشان يتعرف من السيد صلى الله عليه وسلم. فجريوا على النبي واستقبلوا النبي بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. حس ان وجب الشكر علينا دي حال سيدنا ابو بكر الصديق. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير داع. ودخل سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس استنى، بنحكي قصه عبد الله بن عثمان. دخل بصحبه ثاني اثنين كان في الاسلام، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين وهم داخلين المدينة. كلمة عجيبة جدا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. انت ممكن يجي في بالك ان دي مبالغة، فتقول له مش للدرجات دي يعني. خد بالك انت بتكلم سيدنا ابو بكر، دول ما كانش عندهم مبالغات. سيبك احنا ممكن نبالغ، حتى نقول لبعض انت بتأفور قوي في مشاعرك. ده احنا غلابة لسه بنتعلم. الأسوياء الكبار دول هو بيقول اللي جواه. هو النبي فضل يشرب اللبن ده لغاية ما أنا شبعت. ولو أنت مش قادر تفهم الإحساس ده، دي معاني ذوقية. يعني إيه معاني ذوقية؟ يعني أنا معرفش أوصف لك هي طعم المانجا إيه. هي مسكرة حلوة، بس الشوكولاتة مثلا بالنسبة للمانجا هي أحلى، ولا مثلا الكراميل. شوف حاجات لازم حد يدوقها عشان يعرف يوصفها لك، اسمها تذوقات. المعاني كده ما تتوصفش، لازم تدوقها. فاللي عاش مع النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام بنفس حب أبو بكر سيدنا رسول الله، هو اللي يعرف يوصف لنا يعني إيه فشرب النبي حتى رضيت. بس إحنا شفنا المعنى ده، في أب وأم بياخدوا اللقمة من بقهم
عشان ياكلوا عيالهم. لما عيالهم ياكلوا تلاقي الاب والام قاعدين كده كانهم لسه خارجين من المطعم. حضرتك ما اكلتش؟ ما اكلتش، بس عيالي شبعوا. شفناها في بني ادم بيتفانى في رزقه وفي لقمه عيشه وعنده ولاء للشركه بتاعته، فيخلص البضاعه اللي بيسلمها ويسلمها للعميل ويبقى حاسس كده ايه انه عمل انتصار كبير. هو انت صاحب الشركه؟ لا، انا هقبض مرتبي، بس انا بحب صاحب الشركه وبحب الشركه وبحب الرزق اللي ربنا هيبعته لي وحاسس بالانتماء. مشاعر تذوقيه تحسسه انه الدخل كله دخل في جيبه. هو على فكره هيجي له مرتبه ولا العموله بتاعته والبضاعه فلوسها كلها رايحه لصاحب الشركه اللي هو بيحبه او بينتمي للكيان ده. وهو شفنا الكلام ده في الشهداء اللي بيضحوا عشان الاوطان. هو انت ليه بتعمل كده؟ ليه شبعان رغم ان جسمك اتبهدل ووقتك وعمرك وفلوسك؟ انا شبعان بالمعنى. وده مش كلام لطيف مثالي بنصبر بيه بعض. والله دي الحاجة اللي الإنسان عايش بيها. لأن كتير من الأوقات الإنسان ممكن ياخد حاجات ملموسة ما فيهاش معنى قلبه يوجعه. يعني تقعد مع ناس يأكلوك ويشربوك وانت قاعد زي الكرسي، تفتحش بقك، تقعد ما تفتح. طب ليه تقل مني كده يا أخي؟ ما تأكلنيش ولا تشربني، ناكلها بدقة واحنا قاعدين على الطبلية بس بكرامتنا يا أخي كده وانت بتحترمني. ده المعنى عندك أغلى من الأكل والشرب. طب انت تتجوزي واحد غني يصبحك كل يوم بعلقه ويهينك ويهين اهلك، ولا واحد بتكافحي انت وهو بس شايلك في عينيه ومش عارف يحب التراب اللي تمشي عليه والكلام بتاع المحبين ده؟ اي انسان سوي يختار المعنى، مش يختار بس الاشياء الملموسه رغم انها مهمه. سيدنا ابو بكر الصديق اللبن ما دخلش جواه، يعني هو ما شبعش، لا شبع. مين اللي قال؟ هو قال فشرب النبي حتى رضيت صلى الله عليه وسلم. يبقى رؤيته للنبي شبعان بتشبعه. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. من الأقوال الرحيمة جدا الحكيمة جدا لسيدنا أبو بكر الصديق يوم ما قال 4 من كن فيه كان خيار عباد الله. أنت من أخير عباد الله ولو فيك ال4 صفات دول: من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين وأعان المحسن على إحسانه. 4 صفات تبقى من خيار عباد الله. من فرح للتائب، الإنسانية والرحمة، إن البني آدم ينفعل بقلبه ومشاعره للأحداث اللي في حياة الناس. ومن لم يهتم بأمرنا فليس منا. اللي مش حاسس بمعاناة الخلق هو مش واحد منهم، مش محسوب عليهم. وجزء كبير جدا جدا من قرب العبد من الله مرتبط بقلبه اللي على الخلق، لدرجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا يقول له فلعلك باخع. باخع يعني قاتل، باخع يعني هتهلك قلبك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني فلعلك باخع نفسك أسفا لأنهم لم يؤمنوا. ويقول لسيدنا محمد إيه؟ يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما تتحسرش عليهم يا محمد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث لما دخل على واحد من اليهود طفل علشان كان بيموت، فأبو الطفل ده نده النبي قال له تحضر موت الطفل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قال له يا بني قل لا إله إلا الله. فالولد نظر لأبوه كده، فالولد قال له أطع أبا القاسم. أيوه. فقال لا إله إلا الله. فخرج النبي يبكي ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي، حمد لله رب العالمين. فكأني لما تسمع كلام سيدنا أبو بكر الصديق شفت واحد كان بعيد عن ربنا وتاب. الطبيعي إن الإنسان يفرح لأن كان في واحد بعيد ورجع للأمان، باب ربنا الأمان. وننسى له كل تاريخ الوحاشة وكل تاريخ المعاصي، لأن أنا وإنت معرضين، بل أنا وإنت ممكن يكون مخفي عن الناس
الوحاشة اللي هو مشهور بيها ولا الذنب اللي هو مشهور بيه؟ الفرحة للتائب. وأقول لك بقى على سر، ولا مش سر ولا حاجة، مش ربنا بيفرح بالتائب؟ فأنت لما بتفرح للتائب أنت بتبقى على مراد الله، لأن الله يفرح بعودة التائب. فإذا فرحت كنت على مراد الله، كنت عبدا ربانيا. حاجة تانية، من فرح للتائب قال واستغفر للمذنب. بدل ما أبص على المذنب كده وادعي الفضيلة، أقول إزاي بيعملوا كده، إزاي ربنا موسع عليه ويعمل كده، وكأني مستغرب بسبب الفضيلة اللي جوايا، فابقى عندي اشمئزاز من المذنب. لا يا سيدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيوة، ما هو ده حضرتك ده دعاء سيدنا نوح اللي كان بيستغفر لخلق الله الأنبياء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما هو ده سيدنا إبراهيم، دعوته في سورة سيدنا إبراهيم. فالطبيعي إن الإنسان يكون من ضمن استغفاراته يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لحبايبه المقربين، مش عشان احنا شايفين الناس بتعصي وده حكمنا على الخلق، لأن كل ابن آدم خطاء، فكلنا محتاجين كلنا نستغفر لبعض. يبقى 4 من كنا فيه كان خيار عباد الله: من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين. جزء من دعواتك إن ربنا يسد دين اللي عليه دين، لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. هم يخلي الواحد ما يعرفش ينام، وذل لما الديانة تبقى بتجري وراه في كل حتة، تخبط عليه في كل حتة. فتدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك. وعلى فكرة لما تدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك، ربنا هيوفقك إنك أنت تسد ديون غيرك، هيوسع عليك ويجعلك سببا في رفع وكشف الكرب عن الناس. وكل ما تكشف كرب عن الناس، من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تبدأ بالدعاء إن ربنا يسد دين كل مدين. قال وأعان المحسن على إحسانه. الله على الأخيرة دي أفكرك الأول: من فرح للتائب، استغفر للمذنب، دعا للمدين. الرابعة، أنت راجل طيب، أعان المحسن على إحسانه. أنا أبقى مجرم لو استبحت واستغليت طيبتك دي ودوست عليك. تعرف أنت هتروح بعد الطيبة واللطافة والكرم ده يبقى عندك تردد وشك في إن الأخلاق بتعيش الإنسان سعيد. في تعابير كده قاسي جدا يقول لك الكفران بالأخلاق. يعني إيه الكفران؟ كفر عكس الإيمان. الإيمان بالشيء يعني تصديقه. أنا مؤمن أن الصدق نجاة، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. فلما صدقتك القول قلت لي شكرا إنك أنت كنت صادق معايا. واحد تاني لما أنا صدقت القول ندمني إن أنا كنت صادق. الطيبة بتخلي الإنسان باله مستريح ورحيم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أنت كنت طيب، أنا استغليتك وخليتك تربط ما بين الطيبة والإهانة. كل ما تبقى طيب معايا أهينك. فأنت رجعت بيتك قلت إيه ده؟ أنا آن الأوان إن أنا أي حد يضايقني أفرمه. عارف بيبدأ الكلام بقى يطلع بره الطيبة. أنا لم أعينك على إحسانك، بل أقول لك لما أنت اتعاملت معايا أنا سلبت منك كلمة طيبة والنظرة الرحيمة والجدعنة في الفلوس والجدعنة والسند لما احتاج لك، بسبب إن أنا كنت ناكر للجميل. عكس بقى صاحبنا اللي عنده تقدير، اللي لما يشوف منك موقف طيب يحسسك إن أنت الجنة في الدنيا دي. شوف منك جدعنة يقعد يشكر فيك لغاية ما يشبعك شكرانية وتقدير لفعلك. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية، أي تحية، أي إكرام، أي جدعنة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأقل حاجة أو ردوها، حتى تشجع الشخص اللي حياك، سواء تحية سلام عليكم صباح الخير أيا كان، أو حياك بأي عطاء. فبيقول لك بقى سيدنا أبو بكر الصديق إيه؟ 4 من كنا فيه كان خيار عباد الله: من فرح للتائب، استغفر المذنب، دعا للمدين، وأعان المحسن على إحسانه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا